طيب عندي هنا مكونات الكبسة: بصل وجزر وفلفل رومي وبندورة مفرومة، فلفل أخضر حراق، ودجاج طبعا غسلناه هنا وقطعناه 4 قطع، زيت كمان حنحتاج، صلصة وبهار كبسة وملح فلفل أسود وماجي، وعندي هنا بهارات مشكرة. حاسة حالي من زمان ما صورت، ناسية كيف الناس بتصور. المهم بهارات كبسة مشكلة، لومي وقرفة ورق غار وهيل وقرنفل، هنا بيكون معاه كزبرة وكمون حب وفلفل أسود، وعندي هنا بندورة وفلفل أخضر. طبعا أول حاجة بحب أعملها إني أحمص البهارات الحب مع الزيت. بعدين لما تطلع ريحتهم نضيف عليهم الفلفل الأخضر الحراق، البصل والثوم، أول ما البصلة تدبل معانا نضيف عليها الجزر، البندورة، وكمان الفلفل الرومي. نضيف على الخليط الفلفل الأسود، الملح، والماجي البودرة، وكمان الصلصة، ونحركهم مع بعض. نضيف مية عشان يتسبكوا. طعمها بجنن، انا بموت في الكبسه. حبيتيها؟ بحب الكبسه كثير. بدي اياك اليوم تقيمي مين اذكى كبسه ان شاء الله. انت ولا وفاء ولا مرت اخوك؟ يلا من تحدي اليوم عامله تحدي اليوم. مستوى الدجاج معانا تماما، نبدا نطلعه بنحطه بصينيه الفرن عشان يتحمر. وزي ما انتم شايفين المرقه هاي مع الصلصه بنضيف عليها الرز. في ناس ما بتحبش طعم، يعني تضلها البهارات والبندوره والبصل مبينين، ممكن تصفوها. انا ما بحب اصفيها بصراحه. هضيف عليها الرز زي ما هي، وبعدين نملح لو بدها شويه ملح زياده، ونسيب الرز يغلي، بعدين نوطي النار على الاخر، وهيك بتكون كبستنا استوت. هنا رشه فلفل اسود على الوجه، وهنا حنحرك الرز مع الصلصه. زي ما حكيت لكم رز بسمتي. لو الصلصه محتاجه اضافه ميه حنضيف شويه ميه زياده، طبعا بدها ميه، بس حنتركها تغلي وبعدين نوطيها ونغطيها على الآخر.